سيبوزا انت كتبغي الوالده ياك وغادي يجيو عندك عائلتها ويقول لك انا بنتي بغيتها تعيش كلاس، بغيتها تعيش في اللوكس. انا غنقول لك انا ما شغلي حتى في العائله ديالها. ما كنامنش كاع 100% بان كورونا شي حاجه فيروس من عند الله، ما كنامنش كاع بانها 100%. اليوم القانون كيمنعك الا ما عندكش طورونزاسيون ما تصورش، وحتى الفيديو حتى المكالمه بيني وبينك ما عندكش الحق تسجلها. الاثر ديال الفيديو خصو يعود علينا بالنفع، ماشي بالحوايج اللي يفضحونا، ماشي بالحوايج الكوارث، ماشي نصوروا العورات ديال الناس ونصوروا فين ما كان شي مشكل ولا شي صداع. مي هذا شنو انت الراي ديالك على الكريدي؟ ما غنقولش شر لابد منه، ابتلينا به دونك نوليو حنايا خصنا نلعبوا في واحد غوت الله اكبر. السلام عليكم، شكرا. قبل ما نبدا نبغي نقول لكم شكرا بزاف على الالاف ديال التعاليق وديال لي جيم وديال المتابعات البودكاست ديالنا الوليز، وبصفه خاصه الجوج الحلقات اللي دازوا مع ابتسام. ابتسام فرحات بزاف صراحه بالتعاليق ديالكم وحتى حنا، واللي عجبني بزاف هو التعاليق اللي جاو وكانوا فيهم بزاف ديال الاعاده ديال الاصلاح واحد المجموعه ديال المفاهيم اللي كانوا عند يا بعض الشباب يا المشاركه بالناس اللي عاشوا نفس التجربه ديالنا، العلاقه ديالي بحال ابتسام او لا حتى هما عاشوا المعاناه في الطفوله ديالهم ولكن حاولوا يتجاوزوها الحمد لله. وهذا هو الهدف من هذه النوعيه ديال البودكاست. او لا سليم، انت شنو اللي كنتي قريتي وتار الانتباه ديالك؟ ما كنتش غير كنتسنى بان غادي نلقى هذا الاقبال بحال هكا. وي سيغت بزاف ديال الناس كيحماقوا على الوالده، ولكن باش الاغلبيه بحال هكا تقدر تقول بان واحد 90% ديال لي كومونتير سيتي ايبر بوزيتيف. ونيت كنفكر وانت قول لي الوالد كنفكر باش ندير واحد ليميسيون غير مع الوالده. تي بونس بان تكون بون ايدي؟ كلشي ممكن، كلشي ممكن بطبيعه الحال. ديما افكارك مزيانه، غير وكان خلي السر. كل واحد عنده خصوصيات ديالو، كل واحد عنده حوايج ديالو. الانترنت اليوم هو سلاح ذو حدين، ماشي من السهل اننا نديرو كاميرا ونهضروا ونهدوي مع الناس. بعض المرات في كثير من الاحيان كيقولتي 90، لا انا كنقول ممكن نقول لك 99% كيكونوا معاك، ولكن كاين واحد الفئه اللي غرضهم غير هذا. كاين اللي كيسب بلا ما يعرف، كاين اللي ضد بلا ما يعرف، كاين اللي ما كيامن حتى شي حاجه، كاين اللي كيعتبرها مثاليه. ولكن ما كنشوفوا ناس ما كيامنوش بالله، ما كيامنوا، ما عندهم والو، ولا ناس اللي هما مرض في الداخل ديالهم ومحتاجين لانهم تعطيهم بلوس دو شانس انهم يفهموا الاشياء، ولا لانه ناس ما عندهمش تجربه. لذلك كنقول وي دير مع حلقات ماشي بصفه مستمره باش نحافظوا على مراتي وماماك. لا جو كومبرون. اي دابا انا بغيت نعرف واحد البلان. تبارك الله عندك دابا تقريبا 35 عام ديال الكارير. اي جو سور بانك واجهتي الانتقادات وواجهتي الحقد، ولا كانوا هاد الناس اللي كيتسموا الهيترز، كنسمعوا حنا بالهيترز. واش باقي حتى لدابا كيقدر ياثر عليك؟ لا ما كيأثرش، بالعكس بزاف المرات كيدفع. وانا عندي واحد يمكن دربت نفسي عليها، هو انني ما كنستمعش، ما كنديهاش في هذاك الشيء. كان يمكن لي نقرا من الكلمه الاولى ونعرف كلمه جوج، نعرف الانسان واش داخل طالب الرحمه بحال دقات شي واحد في الباب كيدير طاق 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 كتحل، كتقول هذا قريب. ملي كيدير تك تك كيقول يا ربي السلامه. نفس الشيء. بالاضافه احنا موجهين بحال اللي سبق لي قلت لك، من منا ما يمكنش ننتقدوه، ما يمكنش. وانت لما كدير كاميرا وكتهضر بحال هكذا كيخص تعرف باللي لابد غادي تواجه واحد المجموعه الناس، وإل فو اتر بخي نفسانيا ماديا معنويا اي سورتو مع العائله. انا مؤخرا كنت كندوي مع واحد البنت، اي بقينا كنهضروا، قالت لي على شنو انت باغي دير في المستقبل ديالك. قلت لها بان هادشي اللي كندير زعما الكرياسيون دو كونتوني وستاند اب اي الاعلام اون جينيرال لا كومونيكاسيون، سي هادشي اللي فين باغي نكمل في حياتي. وقالت لي دونك هي عولتكم شهور
ان شاء الله من بعد. قلت لها زعما ضروري هو ندير واحد الحاجه اللي تكون واعره، وماشي ضروري زعما تكون كدير شي حاجه واعره باش تكون مشهور، مي وي سيغت زعما من بعد غادي نكون مشهور، و سي هاد الطريق اللي باغي نكملها. مم. غير هذيك القضيه ديال غادي نكون مشهور، ديال حتى هي مثلا ديك الانسانه تكون معايا غادي تافيشا، واخا انا ما باغيش كاع ما بغيتش كاع نافيشيها، مي راك عارف نقدروا نكونوا جالسين في شي ريستورون ولا خارجين ولا ياخذ تصاور وهادشي كامل، وقالت لي الهضره هذه اللي جابريسي، قالت لي انا جو سي بيان جو سوي تري سونسيبل، وما غاديش كاع نقدر ما نقدرش كاع نتحمل هذيك الهضره ولا هذاك الضغط الى شي كومونتير هذا جاها. مم. اي جي ابريسي زعما الهضره ديالها، جي ابريسي. ما بغيت دابا انت نعرف مع الوالده واش كانت كتعرف قبل ما تشهر، اي واش عانات معاك زعما شي مشكل عاد منين بدات الشهره ديالك؟ شوف اولا باش نرجعوا لهاد البنت ولا البنات اون جينيرال ولا الشباب اون جينيرال، سي تو طافي في الاول كيكونوا تري فراجيل وكيخافوا لعده اسباب. ما نقولوش ما كاينش ثقه في النفس، ولكن لان الانسان مازال كيتكون، ما محتاجش الحوايج اللي غادي يمكن يرولوا له المفاهيم ديالو، علاقتها بوالديها، بالاسره، النظره ديال المجتمع على هادشي كله. بالعكس مزيان الانسان يخاف عليه، ولكن الحوايج الاخرين كيجيو بشويه بشويه، والانسان ديما يحترم هذاك اللي معاه. بمعنى انا ماما كون كانت ما كتبغيش هذا الشيء ولا ما عندهاش معاه ولا واش غادي يمكننا نفرضوا عليها ولا نبينوها ولا ما يمكنش، لانه شي حاجه ديالها بازيت شنو. مي هذا هو الوالده راه كانت ملي كنا حنا صغار قبل من لي ريزو سوسيو، مم. كانت ديما هز في يديها الكاميرا وكانت ديما كتصورنا، وقبل من لي ريزو سوسيو كانت كتجمعنا تماما. وكتحط هذا الفيديوهات كتحطهم في التلفازه وكنبقى نتفرجوا في الفيديوهات ديالنا. هذه من المحاسن ديال ابتسام اللي مزيان اللي عرفوها، لانه الا كنا اليوم عندنا واحد الارشيف ديال العائله، وهذا الارشيف اللي بالفيديو اللي كيبدا من نهار دخلت ماماك في حياه عائله الوالي، الى اكستراوردينير، لانه من نهار العراضه الاولى اللي غتاكل معنا كسيكسو بهذيك الدجاجه اللي هضرات عليها وهي كتصور. كانت في الاول كنا كنتجينا وحتى الوالدين كيتجيناو، ولكن الانسان كيحشم، ولكن من بعد بدات كتجمع هذاك الشيء. سي اكستراوردينير. دزنا من في اش اس، دزنا هذوك لي كاسيت الصغار، من بعد ولاو لي سي دي، واشاك فوا كتشري لي ماشين باش كتجدد هذاك الشيء. مي اللي واعر هو لما كدوز 10 سنين وكتجمع مع العائله، وربما كيكون شي واحد مرض ولا سافر ولا مات، وكتلقوا هذاك الشيء. بعض المرات كنبكيو، بعض المرات كنضحكوا، يسختو كنعرفوا الاثار ديال الزمن شنو دار في كل واحد فينا. اي سوفون ما كيعطيش الناس نفسهم هذه الامكانيه. مع الاسف نعطيك مثال، عرفتي اليوم شحال من واحد كيصور في بالتليفون ديالو، تقريبا كل شيء كيصور، ولكن شحال من واحد كيمشي وكيديفلوبي تصاور ويديرهم في البوم بو. يمكن نقول لك في 60 واحد يمكن تلقى الي 8 9 ديال الناس اللي كيمشيو. حنا راه ابتسام كنمشيو كدير بالالاف، بمعنى تصور 1000 تصويره كتجبد، وكنبداو نعطيو الهادي وهادي كاردو. هذا كيجي شي حاجه زوينه والواعر اكثر. انا كنعقل واحد النهار كنا جالسين لتحت في السينما وشفنا دي مومون ديال لا في ديالكم ملي كنتو صغار، وكنعقل كنتو درتو عندي وقلتي لي بابا شحال كنتي عاطينا هذا الوقت. فرحت، حيت سوفون يمكن يتم التسويق ولا تقراو انه لا راه كيسافر، حيت الانسان كينسى، راه كيسافر بزاف وكان كيمشي هنا وكهنا، ولكن الفيديوهات كانوا شاهدين على ان هزيتك فوق راسي، واول طواليت ديناكم دوشنا نهار اللي كنتو كتاكلوا. هاد الحويجات كيبقاو، وسبحان الله لا ميموار كتخزنهم في شي بلاصه وكنساو، ولكن ما كنشوفوهم ولو بعد حين، ولو الحمد لله نشوفهم والدينا حيين باش نمشيو نقولوا لهم شكرا. كاين اللي مع الاسف حتى كيموت الوالدين ديالو كيطيح على شي حاجه بحال هكذا وكيقول نسيت. فعلا ناري كنت قاسي عليهم، كنقول ما كيديروا معايا والو، حيت الوالدين ما كيمنوش، كيبقاو يديروا معاك الحوايج زوينين. هذاك الشيء اللي كيفرحك. اليوم باش نرجع الاثر ديال الفيديو خصو يعود علينا بالنفع، ماشي بالحوايج اللي يفضحونا، ماشي بالحوايج والكوارث، ماشي نصوروا العورات ديال الناس ونصوروا فيما كان شي مشكل ولا شي صداع بين جوج في شي بلاصه ولا هذا. ودايوغ اليوم الحمد لله انه تقنن، حيت شحال هذه كان كيسحابوا الواحد اي حاجه صورها راه يمكن لها تكون شهود ليه.
اليوم القانون كيمنعك الا ما عندكش اوتوريزاسيون ما تصورش، وحتى الفيديو حتى المكالمه بيني وبينك ما عندكش الحق تسجلها. ايسا الحمد لله انه ولا، لانه دمروا بزاف ديال الناس. وحنا شخصيا كفنان معايا بزاف الفنانين تعلمنا بزاف مع هاد الحويجات. اقلها انك كتكون مسافر وما كانش البورطابل وكيخرجوا اشاعه وكتخرج في الجريده وكيبدا تقال بين الناس فلان راه دار كسيده ومات، كتصور الاثر ديالها على مراتك ولا على ولادك وما كيحاولوا يعيطوا لك وانت في شي قريه ما كاينش التواصل كتصور. غير ساعه عند الانسان يمكن له يمشي فيها، فما بالك يومين 3 ايام. بعض المرات كضطر ماماك تصيفط الجدرميه حتى البلاصه اللي كنصور. باش واحد المره طرات لي كنت كنصور مكتوب وجاو الجدرميه حتى لعندي وهزوني من واحد البلاصه كتامه وهزوني وداوني حتى واحد البومبا ليسونس. بقيت كنتسنى باش عيطات ابتسام هذيك بومبا ليسونس باش هضرت مع الوالدين وطمنتهم بلي انا بخير. واو حياه. شتي غير هذه ديال التصاور والفيديو يمكننا نديروا عليه سوايع وسوايع. دونك نوليو حنايا خصنا نلعبوا في واحد غوت الله اكبر. لا نبغي شي شويه نهضر معاك على الكريدي، حيتاش دابا انت عارفني بان بديت واحد المرحله جديده من حياتي، وكنا جينا هضرنا باش ناخذ هذا الكريدي باش نقدر ندخل هذا في شي حوايج بلا ما بغيتش كاع المهم تاخذ باش تبدي حناتك. مي هذا شنو انت الراي ديالك على الكريدي؟ ما نقولش شر ولا بد منه، ابتلينا به، والانسان كل ما قدر يحيد من الكريدي في حياته كل ما نجح في حياته. ولكن اللي ما عندوش زعما مثلا انا مثلا ما عنديش، ما غيبقى ما عندوش. راه اللي خدا الكريدي راه ما كيبقى ما عندوش يا ولدي. المشكل والطامه الكبرى هو لما كتقول انا ما عنديش، واحد بحالك ولا جوج تزوجوا كيقولوا ما عندناش، باش حنا غنبقاو في زعما في الديور ديال الكرا ولا هادشي اجي نوضوا نكريديو نكريديو باش نعيشوا، نكريديو باش نشري طوموبيل، نكريديو باش ندخلوا الدراري المدرسه، نكريديو باش نمشيو ندوزوا السفر ديالنا. هاد الحويجات كيهلكوا العلاقه الزوجيه. شوف نهضروا باش نهضروا بصراحه، حنا فاش تزوجنا بطبيعه الحال كانوا عندنا اصدقاء، وبعض المرات كانوا كيقول لك علاش ما نسافروش نمشيو كاملين لشي بلاصه. ملي كنحس بها بيني وبين راسي كنلقاها ما تخرجنيش، ما تخرجنيش. كنقول لماماك الله يرحم لك الوالدين نديرو بلاش. ما كتخرج ما كانش كريدي كونسوماسيون؟ لا ما عمري خديته ولدي. انا المبدا ديالي ما عنديش ما خصنيش، ما يمكنش شي حاجه اللي ما وسورتو يمكن اللي ينفعني. واخا بالنسبه للاخر كيقول لك انا ماشي موظف، الحمد لله اني ما كنتش موظف. ما كنقولش في اخر الشهر غنشدها وها فين نحطها، لا كنقول ما عنديش ولا ما جاش هذاك التورناج نبقى انا واحد. تعلمنا لان ماماك لو بونور الحقيقي ماشي هو انا نزوقو ونعمرو بالكريديات، راه ملي نحط راسي على المخده ما غنعيش. اي اون بليس ولي نفرض طرات لي شي حاجه ومت، خليت ماماك اللي مقابلكم ما خداماش واحله في الكريديات صعيب. ولكن بالمقابل كنت كنبين باللي التضحيه اللي كندير من اجل الاسره ديالي ماشي انا كنمشي نتمتع. انا ما عمري تقدر تلقاني جالس في القهوه الا ما عنديش رونديفو، كنسالي كنجي للدار كنبريكولي فعود نجيب جو سي با تريسيان اللي غيدير لي شي حاجه وهذا وغنخرج الفلوس. كان هذا غادي كنصبغ الدار اللي قديت عليه كنديرو، ما قديتش كنعيط لواحد في خوتي يجي يعاونني، اللهم في خويا ولا في واحد اخر، وبقيت بشويه بشويه. مي سيبوزون انت كتبغي الوالده ياك وغادي يجيو عندك عائلتها ويقول لك انا بنتي بغيتها تعيش كلاس، بغيتها تعيش في اللوكس. انا غنقول لك انا ما شغلي حتى في العائله ديالها، ما شغليش وما غنتصنتش لهم. يمكن نقول لك مراتي كاينش المجتمع. وانا عندي نفس الفكره ديالك اقسم بالله اقسم بالله حتى انا قلت فهمتي. المهم شوف اولا الحمد لله عائله ناس والحمد لله
الانسان راه المغاربه ماشي خايبين ولا شي حاجه. كاين بعض الناس اللي فيهم شويه ديال الجهل، ما هم الحمد لله انهم قلال، ولكن الاغلبيه راه كيقلبوا على الستر، كيقلبوا على انهم يعيشوا هانيا، انهم ما ينفخلاش وجهها، انهم ما يعذبهاش، انهم يمشيوا على قدهم. مم. اما احسن نمشي على قدي وما ندق على حتى شي واحد فيهم، ولا كل نهار نقلب شي واحد ونعيط له في التليفون يقطع عليا حيت مسلفني وما بغيتش ما قدرتش نرد له الفلوس ديالو. مم. لا، دونك بالنسبه لي اللي غيدخل عندي وغيجي عندي مرحبا به. هذاك الشيء اللي درناه غناكلوه على قدنا. ما كاينش يمكن لي نعرض على صحابي مع شحال ونديروا البصاره، ماشي البصاره هذا، ولكن ما نمشيش عند التريتور ونديروا. وكنجي كلشي كيجي زوين، كنقولوا ما شوف درناه هذا وطيبتها بيدي، وكنخلقوا واحد الجو. في الاخر كنساو شنو كلينا، كيبقى الجو اللي دوزناه اونصامبل. وملي كيمشيو هما ما كيكونوش عليا ومبدا نقول او ناري شحال خصنا، شحال بقى لنا دابا، ناري الطريطه ديال الطوموبيل ما عندناش باش نخلصوها، وانت قلتي هاد العشاء، وهما ديما كيعرضوا لنا، علاش خصنا حتى حنا خصنا نعرضوا عليهم؟ لا، ما عمري تعقدت. كنت كنعرض، يمكن نتعرض عند وزير، عندي اصدقاء زعما مستويات، ولكن عمر شي واحد ما تعقدت الا مشيت عنده انني نبغي نرد ليه نفس القضيه. والا ما قدرتش ندي كادو، هو جاب لي كادو ما كنديهش، بغاني كانسان هكذا راه غنمشي. ولكن العكس، وفي نفس الوقت انت كتعرفها في عيد ميلادي ولا هذا، انا فارض على العائله الشرط حتى واحد ما يجيب لي شي كادو، حتى لا اثقل الكاهل ديال شي واحد. انت عندك عيد ميلاد ومرتاح، وهذاك اللي غيجي مسكين كيدور في السوق وكيقلب شحال هذه 200 درهم، ناري شحال عندي، ناري ما غتجيش، هو ذاك النهار هدا ليا ما عادش، كيولي نقمه. لذلك الوصيه ديالي اللي غادي نقول للرجال هما هاد الحويجات ما خصهمش ياثروا علينا في حياتنا. الناس كيبيعوا لنا الوهم، كنقيلوا نشوفوا شري كادو شري هذه، حيت التجاره هكذا دايره. لي زاميريكان كيقول لك الفو كريي لو بوزوان، الا ما لقيتيش الفو لو كريي، بمعنى تخلق الرغبه عند هذاك. ولكن انت لا كنتي ذكي وكان عندك هدف في حياتك، وديما من الاحسن الانسان عنده يكون هدف، وديما الجيب ديالو يعتبر انه فيه موان باش ما يدخلش يديه ليه. كيقول بفاسون لا دخلت ليه يدي غادي غنزيد نكفسها وعلاقتنا غادي تمشي. هذا كله ولدي قبل ما تطرح السؤال اخر، في تناغم تام مع المراه اللي كتشارك معك الحياه ديالها. هنا كاينين اللي كتفهم، كاين اللي كتاثر من الصحابات، كاين اللي كتاثر من العائله، وكاين اللي هي كتعتبر الاهتمام بالراجل بها هو انه يشري لها هادشي. ما فيها باس، ما فيها باس انه يتقاتل، ومره في مناسبات قيمه يهدي لها هذاك الشيء اللي بغات، ومن بعد يفهمها باللي ماشي مجمل عليها، ولكن يفهمها بطريقه تري انتيليجون انه راه ضر باش يجيب هذاك الشيء، ولكن راه فرحان انه جابها لها مادام السعاده فيها. بتي الامور كتغير. ملي كنتي كتهضر راه بحال هذاك العاتق الفينونسيال، هذاك الحمل ديال الفينونسمون ديال الماديات كيبقى عليك انت، يدويتي عليك انت اوطون كو راجل. دونك المراه شنو كتضيف ليك دابا انت منين انت غادي تدخل معاك هذا صداع الراس؟ حيت انا اختاريت من الاول ان القوامه تكون عندي، اننا نفرقوا انا ومراتي الحياه ديالنا، ان واحد يتكلف بالتربيه الابناء، وكل واحد كيعرف شنو هي التربيه الابناء بالصعوبه ديالها، لان الله يحسن العوان في واحد الفتره في حياتنا. ولكن كل ما هو مادي انني نتكلف به ما دمت قاد. جربناها نفعنا، يمكن وحدين اخرين يجربوها ما ينفعوش، ما تنفعهمش، خصهم يلقاو تخطيط واحد اخر. داكور. نتايا ديجا كنا قلنا بان منين يلاه تزوجتي مع الوالده كنتي سكنتي في واحد البيت صغير في دار والديك. هادي بيان سور انت درتيها ومقتنع بها وكل شيء. انا الوالد جو بو با ندير هادشي هذا نهائيا. علاش؟ ديجا كنتي عرفتي، كنتي قلتي باش نجيبها هنايا فهمتي للدار، نتزوج بها ونجيبها هنا للدار بعده اسباب. عده اسباب وبلوس باش ناخذوا راحتنا حنا اكثر. اي او ميم طون ما بغيت هذا ما بغيت نتزوج او نكون في واحد العلاقه اللي سيريوز حتى نكون بلوس انا مرتاح فينونسييرمون. سي تري امبورطون بور موا. ماشي حيتاش الفينانسمون فهمتي هو كلشي هو اللي كيساوي الحب، مي بلوس فهمتي باش نكون مرتاح، وحيتاش انا جو سوي اكزيجون هذا في بزاف ديال الحوايج. كنحترم جدا هذه الرغبه ديالك،
والمغاربه كيقول لك كول سبع وكلني، وكاين العلج الله يرحمه كان كيقول كول السبع كولو وكلني. مزيان يكون عندك اهداف في الحياه ديالك وتقول لا انا ما كنرضى حتى شي واحد ولا بغيت الراحه ديالي، ولكن خصك تعرف اولدي الاهم اللي كان عند جدودنا كانوا في البوادي، كانوا في القرى، كانوا بزاف د الحوايج. كان الزواج عندهم منظور واحد اخر، ماشي هو التمتع انت والمراه، ماشي هو تاخذوا راحتكم، ماشي هو انك دوز لمرحله اخرى في الحياه ديالك، بحال اللي كندوزو من الطفوله لان الانسان كيولي شويه يكبر، من بعد كيدوز المراهقه كيبدا يولي شباب، ومن بعد كدوز ليها مباشره كتحظي، لانه حنا دابا كنهضروا غير على الماديات، ملي كاين رغبات عند الانسان كانوا محددين بالدين. مع الاسف كل ما حنا زدنا كنهربوا بالدين، وكل ما طول الراجل والمراه رغباتهم كتزيد معهم وكيدخلوا في علاقات من نوع اخر. لا ابار سا فهمتي، باش نحيدوا هذا الموضوع هذا سي بلوس عندها علاقه مع الخصوصيه ديالي. دابا انا حتى دابا انا ساكن معاك ياك، ما كتجيش كاع بينني انا جي بريسك 26 باقي ساكن معاك في الدار بنا كنشكل لك شي عائق الصراحه. انا بالنسبه لي ما كتشكلش لي عائق. انا مختلف مع واحد النوع ديال الاباء. شوف كاين ناس دابا كيشاهدونا، وكاين اللي عنده بيت وكوزينه، كاين اللي عنده جوج البيوت وكوزينه، وهذا الشيء كله يحترم، فهمتيني يا ولدي. كاين اللي واخا يبغي ما يقدرش، وكاين البنت اللي اضطرات مسكينه تخرج كاع تمشي تقلب على راسها ولا تزوج بهذا لانها كانت مقموعه، ولا ربما كلات العصا في الدار، ولا هذاك فين دخلتي كيفاش درتي، ولا هذيك البنت اللي المصروف ديالها مسكينه ما كيبقاش ليها، كتدفنوا من اجل وحدين اخرين. سورتو لا كان واحد جوج ولا واحد في خوتها اللي عنيف وكيخص الباكيه ديال الكارو ديالو، هادشي شفناه. كاين بنات اللي ضحاو في المجتمع، والله يحسن العوان، والله يسمح لخوتهم لعائلتهم منهم. وانا عرفت بنات اللي كانوا خدامين حتى على برا، كيضحيو، خدموا في الخليج وغيره، وكانوا كيصيفطوا الفلوس وتكتبوا الديور ديال اللي بناو هما وصيفطوا من اجل الفلوس بسميت ناس وحدين اخرين. هذا موضوع واحد اخر ولدي، صعيب زعما نطوروا فيه. ولكن باش نرجع للسؤال ديالك، انا شخصيا مادام عندي هذه الامكانيه، لا انا اللي درته من اجل وليداتي. وما يمكنش الانسان دار واحد التخطيط ويجي حتى الاخر ويحيده ولا يقطعه، مادام شرط واحد هو ان ولدي يجتهد، هو ان ولدي كيخدم على راسه، هو ان ولدي كيستمر في التكوين ديال نفسه. هذا ما يزعجنيش. ولكن ولدي يصبح ناعس وينوض حتى الجوج ولا الثلاثه ويطلب الفطور يجي عنده للبيت، هذا دمار لن اسمح به. وسبق لي وقلتها لك من قبل، قلت لك هذا غنكون انا ما كنساعدكش. بحال النهار اللي قلتي لي كانوا واحد معايا صحابي كيصيفطوا لهم 5000 و 6000 درهم، وانت كنتي كتصيفط لي في ليكول اموان. النهار اللي قلت لك راه اذا منعك اعطاك، لانه الا كنت انا ولا اي اب كيصيفط لولده 5000 ولا 7000 درهم في الشهر باش الكاشوالات وباش يشرب شي حاجه ولا ياكل على خاطره وليسانس، وهذا النهار اللي غيتخرج ويلقى خدمه غير ب 7000 ولا 8000 درهم، بيان سور ما يقبلهاش. غادي يقول لك انا غير مع الوالد ديالي وكان كيلوح عليا وانا ناعس. دونك الوالد ديالو شنو دار؟ قتل فيه العزيمه ديال انه ينوض يخدم على راسه، وما يلقاش المتعه في انه بالعرق ديال الجبين ديالو يصور هذوك الفلوس. لذلك مرحبا الا كان عندك هدف، الا كنتي فعد ندفعك انك تكريدي وتغلب راسك وانت في 4 سنين ولا 5 سنين، يمكن لي نساعدك انك تسكن فابور على اساس هذوك الفلوس ماشي يمشيو تسافر بهم، ولكن يتجمعوا باش تدفعهم في دفعه ولا باش تشري شي حاجه، غادي نكون اسعد الاباء. وانا محتاج اليوم، لانه السؤال اللي يمكن نطرحه علاش في هذه اللحظه بالضبط جينا نديروا هذا البودكاست. انت بالنسبه لك شنو الاهميه ديال هذا البودكاست في 2023 في هذه الظروف؟ شنو نقول لك الوالد، هذا البودكاست اللي كنديرو كنعتبرو الى تري سبيسيال، حيت ماشي غير دي انترفيو، ما كنمشي كنناقشوا افكار وصافي. حسي واحد الهضره اللي كيجيني بينا كنخاطبوا القلب، هذا واحد الهضره بحال كتخرج من القلب وكتوصل للقلب. وهذه اهم حاجه.
دونك ملي كنشوف مثلا الناس اللي كيبقاو يشاهدونا، ماشي اللي كيشاهدونا غير هكا يقدروا راك فهمتيني كيوصل لهم هذا واحد الهضره كتوصل لهم هذا من القلب. اي هذا الشيء هذا ان شاء الله من بعد عاد غادي يبان. ما بغيتش كاع دابا نهضر بزاف، خلي حتى يدوز شويه ديال الوقت، عاد ديك الساعه غادي نبينوا هذا البودكاست باش هذا ان شاء الله عاوننا حنايا وباش عاون الناس بزاف. تماما. ما نساوش بلي هذا البودكاست بديناه في كورونا، في الوقت اللي تسدوا العالم، تسد كل واحد سد بابه عليه. سبحان الله، وكأنها كانت إشارة من الله سبحانه وتعالى للعالم كامل أننا العودة إلى العائلة، العودة إلى الأسرة، العودة إلى النواة. شوف دابا كورونا أن المرض كيعادي، ولكن اللي كيجلسوا مجموعين في دارهم وهذا كيكونوا محميين. في الوقت اللي يكون بغى ربي يعذبنا يقول لنا هذا المرض ما خص حتى واحد يقيس شي واحد، وراه حنا سارحين في الغابه كل واحد مربوط في شجره باش ما يقيسش الاخر اللي بغى يبقى عايش. ولكن الله فتن بينا بحال قالنا رجعوا للقصه شويه، خذوا واحد شويه ديال الوقت ديالكم ودبروا الامر ديالكم باش تمشيو. ومع الاسف شوف دابا عامين ولا 3 سنين احنا كنعيشوا ان كل شيء كيدار من اجل تشتيت الاسره، انها تشتت. الرجل والمراه ما يبقاوش، لانه كانوا اسره واحده يوليو جوج ديور، كان تلفازه غتولي جوج ثلاثه ديال التلفازات، كان ماندا وحده غتفرق هذيك الماندا وغتشتت، غيدخلوا واحد الناس وحدين اخرين، المحاكم غيعمروا الناس يا لطيف فين غادي نوصلوا؟ نقول لك جوج حوايج. اولا ما كنظنش، ما كنامنش كاع 100% بان كورونا شي حاجه فيروس من عند الله، ما كنامنش كاع بها بانها 100%. الحاجه الثانيه القضيه اللي قلتيها، العائلات العرب عندهم هذيك القضيه ديال مثلا واحد الدار كبيره وكتلقى بازواج ديالهم وكذا كيسكنوا مع بعضياتهم، والفلوس كيحطوا على بعضياتهم، كيتجمعوا في المائده، مثلا عندهم طوموبيلات ديالهم هما. اما هاد الفكره الغربيه هما اللي جابوا لنا داك البلان ديال خص كل واحد الدار، خص كل واحد هذا وهادشي هذا كامل، خص كل واحد يتفرق. وزادت المسلسلات ديال انا ما كنرضاش ولا وسكنها بوحدها ودير ليها ودير ليها. فعود انني نفهم مراتي ونجمعوا راسنا ونعرفوا باللي راه حنا غير مرحله وغدوز. الله يرحم بك، مرحله وغدوز، بحال راكب في التران وانت قمطان وكاين الزحام، كتصبر كيف ما كان الحال. علاش؟ حيت انت كتعرف توصل للمحطه وتنزل وتفوع على راسك. ولكن مع الاسف الناس حتى هذيك المرحله ديال التران ولا هذيك الزحام ما كيبغيوش الان يعيشوها. كتقول لك لا، ولا هو كيقول لك لا، تصبر بزز منها. وحتى واحد ما كيدير لي فور، هو ما كيحاولش يخدم مع الاسره ديالو باش يرخفوا ويعرفوا باللي كاين واحد الانسان اخر جا في الحياه ديالهم. وهنا انا كنرجع اللي اضطروا انهم يسكنوا اون فامي. والمراه ما كتقدرش تفهم، لان كتقول لك لا انا بغيت حريتي ويعطيني ونبداو في الحقوق ونبداو في مدونات الاسره وندخلوا في هذا الشيء اللي مع الاسف هو حق اريد به باطل، وكيدير كل شيء الا انه يجمع. مدونه الاسره نورمالمون كانت تحل المشاكل ديال الرجل والمراه بالتي هي احسن، باش ما توصلش للظلم اللي كانت كتعيشه المراه، القهر اللي كان بعض الرجال كيوصلوا يديروه مع العائلات ديالهم. بعض المرات مضطرين، بعض المرات التربيه مشاو عليها هكذاك، وبعض المرات لانهم فيهم افات ولا الشراب ولا غيره الله يستر، وبعض المرات تو سامبلومون لانهم ما كيتفاهموش، ولانه ولفنا واحد المراه في واحد الوقت واحد العصر اللي كانت بحال البونجا غير كتابسوربي، كتشرب هذاك الشيء. ولكن يجينا في واحد الوقت بحال المراه ولات بحال شي حجره تقريبا اللي حطيتي عليها كتنزلق، حيت تقوات بحال هكذا. تيلمون سمعات الحوايج تولات كتقول انا خصني نكون قويه. ولكن في هذه القوه وفي هذا بزاف اللي فقدوا الانوثه ديالهم، فقدوا هذيك الشيء اللي خلقهم الله عليه، القوه ديالهم في هذاك انهم يابسوربيو. سبحان الله، سي كوم سا. كاين اللي غيقول رجعي وكيقول كيفاش كيفكر ولا انت عندك الزهر ولا هذا، ولكن هكذا الافضل النساء بالذكاء بالكيد بشنو بغيتي، بالمتعه اللي يمكن لهم يعطيو للحياه. يكفي انهم هما السبب في خروج اي واحد من كرش امه. ولكن الضغوطات المصائب اللي كتدوز عندنا، وهذه زيدها اليوم كنت شحال هذه يمكن كتنوض انت ساكن في شي بلاصه، كتنوض عادي كطيب كتاكل هذيك المراه كدير الرغيف ديالها وكتوجد لوليداتها وكتقاد الغنم الحمد لله وتحلب ودير بزاف د الحوايج.
ما كتعرفش المصائب اللي كاينين اليوم والاه هذيك المراه اللي هي بعيده عندها بورطابل، كتعرف باللي واحد الحادثه ولا واحد الكارثه ولا شي واحد سلخ مراته ولا شي ولد في الحومه خرج بالجنوي. فالانسان على الصباح كيصبح كيعتبر ان المجتمع صعيب، انه خصو يحمي نفسه ويتقوى، لانه كل شيء غادي يمكن يضره، كل شيء هنا. وهذا الشيء مع الاسف خطير. ومن ذلك يجب الى بغينا في المستقبل يكون عندنا اولاد واعيين، هو انه في المدارس نعلموهم الصوره، يقراو الصوره. اليوم هادشي كل ولد عنده، ما تقول لياش من عامين 3 سنين 4 سنين عندهم التليفون. شنو لي زيماج اللي كيشوفوهم خطيرين، واش كيقدروا يحلوهم؟ بينما لو علمناهم من الصغر ما تقراش هاد ليماج، اش كتبغي تقول، وهنا حضي راسك وشوف مزيان وقرا، وها شنو بغا يدخلوا لك، وهذا يمكن يكون عنده واحد الوعي. في غياب انه المدرسه ديروا، وحنا كنقولوا كنطوروا التعليم، خص الاباء يديروه مع وليداتهم، ماشي فقط عن طريق المنع، لانه غير تمنع كيبقى ديما عنده الرغبه، ولكن تفهموا افضل غادي يكون احسن.